في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، استمرت أساليب الاضطهاد المختلفة، وقد ألقت الشرطة المحلية القبض على ماهرة تهتي البالغة من العمر 34 عاما، وسجنتها بسبب اعتنائها بأطفال الإيغور الذين كانوا بلا رقابة بعد اعتقال والديهم من قبل الحكومة الصينية في مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي. ووفقا لآخر الأخبار في 10 أغسطس فارقت ماهرة تهتي الحياة في السجن بسبب التعذيب الشديد. ندعو لها بالرحمة باسم تلفزيون الإيغور. من خلال الجهود المستمرة لرئيس مؤتمر الإيغور العالمي دولقون عيسى، جذبت قضية تركستان الشرقية الإيغور مرة أخرى انتباه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأرسلت رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلب من الحكومة الصينية أن توقف على الفور السياسات التعسفية في تركستان الشرقية، وأن تفرج عن المعتقلين في مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي. في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، لجأ أفراد من القازاك إلى كازاخستان للهروب من سياسة الاستبداد الدكتاتورية للحكومة الصينية. وفي 5 سبتمبر قال سلكيجيان بلابيكسي رئيس منظمة شباب أتاتورك في كازاخستان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الماتي إن السلطات الصينية في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية ألقت القبض على الآلاف من الإيغور والقازاك، واحتجزوا في مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي، وتم الإبلاغ عن عدد كبير من التقارير حول أساليب التعذيب. وفي الوقت نفسه يعرض بالتفصيل الحالة الفعلية لاعتقال الحكومة الصينية للقازاك بعدم وجود أي تهمة. ذكرت صحيفة إيبوتش تايمز في 6 سبتمبر تبدد الرئيس الأمريكي ترامب مرة أخرى في إمكانية حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بسرعة، وقال لا مصلحة في الوصول إلى الصفقة التجارية التي تريدها بكين، لكنه قال إن المحادثات بين الجانبين ستستمر. هذا وفرض أكبر اقتصاديين في العالم رسوم جمركية على بضائع البالغة قيمتها 50 مليار دولار في الحرب التجارية المتبادلة. وتقترح إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار أخرى من الواردات الصينية، وقد أعلنت الحكومة الشيوعية الصينية عن سلع بقيمة 60 مليار دولار، ويتم فرض الضرائب الانتقابية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 25%. ال29 أغسطس هو اليوم الدولي لحظر التجارب النووية، وقال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وعدم الانتشار النووي يعزز السلام والأمن الدوليين عن طريق الحد من تطوير الأسلحة النووية. وقال غوتيريس إن تاريخ التجارب النووية هو تاريخ مؤلم، وعادة ما يكون هناك ضحايا بعد القيام بأكثر من 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم، ويكون التأثير على المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم، وتشمل العواقب المدمرة التي تتركها التجارب النووية على البيئة والصحة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، والتي لا تخضع للحدود الوطنية. ومنذ نهاية الحرب الباردة طور المجتمع الدولي معايير قوية للتجارب النووية، ولم ينتهك سوى بلد واحد هذه المعايير في هذا القرن، وتؤكد الإدانة الساحقة لكل انتهاك من جانب المجتمع الدولي قوة هذا المعيار. وقال بالنسبة للأمن الجماعي يجب بذل كل الجهد لجعل هذه المعاهدة الهامة فعالة.